يعني كالعادة دائما مهرجان جرش هو بيعكس الثقافة إن كانت الأردنية والعربية، ومن الثقافات العربية اللي احنا بنفتخر فيها هي الثقافة التونسية. اليوم رح يكون معنا أفراد من الفرقة الوطنية التونسية للفنون الشعبية، رح يكون معنا طارق عمارة المنسق العام، وأيضا مهدي ميمون مطرب هذه الفرقة. عسلامة ونورتونا، أهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا، ويعني مرحبا فيكم. مساء الخير. مساء النور. بالبداية نتحدث عن هذه الفرقة، متى تأسست وهل المشاركات اللي شاركت فيها إن كان بجرش والعديد من المهرجانات العربية والعالمية؟ الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التونسية مسرح الأوبرا تونس هي مؤسسة من عام 62 تأسست. نعم. وشاركت فيها عدة عروض، يعني اليوم نحتفلوا بالستينية نتاعها مع جينيراسيون الجيل الجديد. لو نعرف الثقافة الفرنسية تدخل مش مشكلة نترجم اللي بنقدر عليه نترجمه. هذا يعتبر توا مهدي من الجيل الجديد، وحتى نعم. الجيل الذهبي نعتبروه توا جديد الفرقة الوطنية عن طريق مسرح الأوبرا. كذا نعم. أجيال تقريبا على الفرقة الوطنية، واللي قدمت أخذت جوائز عالمية ما بين جائزة أولى وجائزة ثانية، بغض النظر على الجوائز الثلاثة اللي تعتبر في اللبس، الإيقاع، الموسيقى والكل. يعني ما شاء الله عندها تاريخ وعندها حكايات فنية قوية برشا. ومش المشاركة الأولى لكم بمهرجان جرش؟ لا، جرش بالنسبة لنا احنا كان عام 83 و87 كانت مشاركتين، وهي المشاركة الثالثة. هذه الثالثة، هذه تعتبر يظهر لي الأحلى والأقوى والأجمل، وخاصة أنك على المباشر، وخاصة أنك على المسرح، ويستمر الفرح. أكيد ويستمر الفرح. أكيد 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 ما شاء الله. صراحة كل احترام وكل التقدير التلفزيون الأردني للحكومة والملك، بصراحة حاجة تفرح الاخر، اكون نقولها بالتونسي برشا 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 برشا. وايضا ننتقل اليك مهدي، يعني مهدي من اليوم عسلامة نورتنا. نتحدث عن الاغاني اللي راح تغنيها بهذه الفعاليه او الاحتفاليه طبعا. اللي تقوموا فيها. بالنسبه للاغاني اللي باش نقدموها اليوم هي متنوعه، يعني من التراث اللي من الشمال والجنوب، باش نغني برشا حاجات. لو بدكم تسمعوا حاجه نسمع. يلا اذا بتسمعنا ليش لا، بنحب. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا، ونجيك نزور يا بابا، ونجيك يا سيدي، ونجيك يا سيدي، بشموع في ايدي والنار في قلبي، تحرق وريدي تحرق وريدي. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا، ونجيك نزور يا بابا. يعني قديش بتشوف اليوم الفنانين الشباب لهم تفاعل بالاغاني التراثيه ان كانت التونسيه والعربيه؟ يعني احنا بنشوف كمان بالاردن هناك تفاعل مع الاغاني الشعبيه. انا بعرف كثير اغاني اردنيه، مرعيه ويا سعد لو تشوفها. أيوة. وساري سار الليل. ايوه، طب بتحب تسمعنا شوي حافظ منهم؟ مو حافظ الكلام بس اللحن عندي. بس وساري سار الليل، وساري سار الليل، حق حبيبك سار الليل، وساري سار الليل. شوي ان شاء الله نكون لا تمام تمام. هو ديما الاعلام عنده دور بالنسبه للتراث وللهويه. اذا كان الاعلام ما يكونش متابع للاجيال نتاعو صحيح في الثقافات الكل، اذا كان ما يتابعش تاكد انك الجيل نتاعك باش تحكي عليه ما يكونش ملم بالثقافه نتاعو. استاذ طارق، قديش عليكم مسؤوليه كبيرة بأنه نحافظ على التراث التونسي أو نحافظ على التراث الأردني من خلال هذه الفرق؟ هذه الفرق مهمة جدا بإيصال التراث نعم. والرسالة نعم. التراثية نعم. ونحافظ عليها، لأنه كمان بتلاقي في بعض فوتوا هيك بعض الأمور اللي إحنا مش متعودين عليها، مش من تراثنا، هي دخيلة على هذا التراث. تحدثنا. هذه هي الإشكالية، علاش قلت لك الإعلامية. إذا كان الكتاب متاعنا، إذا كان المعلمين متاعنا، أساتذتنا، إذا كان المؤرخين، إذا كان أصحاب التاريخ ما يجمعوش، وخاصة الفنانين، احنا نحكيو الثقافة الفنية نعم. تجميع التراث. إذا كان ما يتمش تجميع التراث وإعادة النظر فيه ودمجه في وسط الجيل، في الأجيال، تتابع الأجيال، طبيعي باش يصير ترك للهويه. صح. وخاصه اذا كان يغيب عليه الاعلام صح. اذا كانت تغيب عليه السياحه طبعا. اذا كانت تغيب عليه الثقافه طبعا. يتكون الجيل على الثقافه الداخله. صحيح. احنا نقولوا توا يلزم تكون الثقافه العربيه الاردنيه التونسيه السوريه كلها تكون منفتحه على ثقافات اخرى، وهيدا احسن مثال. المشاركات الموجود هو سامحني طبعا احسن مثال طبعا، لانه في كثير جنسيات، كثير فرق بتتعرف على بعضها الناس. صح.
قديش تعرفت مع فرق؟ الثقافات. يعني مثلا هلا عم نشوف الان للفرقه الشيشانيه، ويعني الشيشان والشركس هم جزء من الثقافه الاردنيه طبعاً. فقديش هذا كمان بيعكس التنوع لكم؟ يعني شوف هو يعني بالتنوع نتاع الفرق انه معناها كل فرقه بتسمع منها حاجه. صحيح. انا وساري سار الليل ومرعيه، يعني انا سمعتهم عند فرقه اردنيه في مصر في مهرجان طوبول، كنا بشهر 9 في مصر. في مصر. نعم. يعني سمعت هيك تجمع بالتناقل الشفوي. صحيح. بالتناقل الشفوي بيغني لي واغني له واحفظ ويحفظ. صح. طب قديش هذا شيء انت كفنان، يعني هذه وساري سار الليل ومرعيه بنعتبرها تراثنا، وما في اي عرس او اي فرح موجود الا ما يتم. قديش انتم كمان بتنقلوها ممكن افراحكم، ممكن تغنوه بالافراح الموجوده؟ طبعا يعني مثلا كما الله الله يا بابا، الله الله يا بابا، جارية حمودة، جارية حمودة حمودة. يعني في كتير اغاني، في كتير اغاني يعني هما شوف راهو بالنسبه للشباب في الوقت الحالي انه صعب. صح. يعني في كتير تطور وفي كتير راب، والتكنولوجيا اللي عم بتفوت على الموسيقى. يلزم على التواصل الاجتماعي، احنا نقول على التواصل الاجتماعي والتلفزيونات الخاصه والحكومي، وحتى في المدارس يلزمنا نوصلوا التراث نتاعنا والهويه نتاعنا للاجيال نتاعنا. اذا كان اصحاب الفن والثقافه ما يقوموش بالواجب نتاعهم، طبيعي باش تدخل الثقافات الاخرى، وطبيعي تلقى الاجيال نتاعنا تتفتح على ثقافات اخرى بدون متابعه الهويه نتاعنا. يعني يولي طبيعي. استاذ طارق، يعني احنا بالاردن في عندنا تنوع، يعني مثلا في عندنا بالشمال بالجنوب بالوسط هناك تنوع وتناغم. انا دائما بحكي الاردن هو فسيفساء جميله بالوانها بثقافتها. قديش انتم كمان بتونس بتعكسوا هذه الفسيفساء الموجوده لديكم؟ 24 جهه تونسيه. نعم. بمختلف ليست تقريبا نفس الثقافه، لكن نختلف في العادات والتقاليد. نعم. ونختلف في نوعيه اللباس التقليدي. طب هذا كيف بتوصلوه من خلال فرقتكم؟ هذا هو احنا شو نقع بحث. نعم. في كل نمشي هي الفرقه على تاسس اسمها فرقه وطنيه. هي مجمعه للتراث اللي موجود على الجهات التونسيه من الشمال للشرق للغرب، كله يقع جمعه في تونس العاصمه في المدرسه الخاصه بالفرقه الوطنيه، ويقع تهذيبه ويلزم يولي موجود على الرقح بعمل فني بطريقه فنيه ايقاعيه استعراضيه تحكي على كل منطقة أو أكل جهة هذيك باش تكون موجودة على المسرح. صحيح. بنشوف اليوم المغرب العربي منفتح على الثقافات العربية بشكل كتير كبير، واليوم بنشوف من خلال السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي المشرق العربي أيضا انفتح على هذه الثقافة. قديش اليوم بتشوف هذا التنوع والتمازج الجميل جدا ما بين المشرق والمغرب العربي؟ هذه حاجة، هذه تو حاجة خلينا نقولوها بالتونس، نقولوا احنا حاجة حلوة برشا. كي يكون التواصل على التواصل الاجتماعي بالطريقه هذه، ويكون فيه العادات والتقاليد بتاعك، حتى ولو كان وقع فيها تهذيب. يعني حتى في اللبس التقليدي طبعا، وقت اللي في نوعيه اللبس تولي فيها كتريزه طبعا، وفيها حاجات تدل على اللبس هذا يقول انا نجم نردها تونسيه. ليش؟ لكن التريزه المعينه باللمسه الرسميه نتاعها نتاع تصميم الملابس. التواصل الاجتماعي اللي قاعد يصير توا انا بصراحه فرحان به، لكن يلزم ديما الدولة في الموضوع هذا يكون عنده دور كبير ياسر باش ما يتفرقش، وباش الشباب يقعد ديما متابع للهوية نتاعو، يكون فخور. يلزمنا نحسوهم ان انت تكون فخور بالجهه نتاعك او الثقافه نتاعك. صحيح. ونحن يعني عم نشاهد الان رقصات من يعني الثقافه الشيشانيه اللي هي جزء من الثقافه الاردنيه اللي بنفتخر وبنعتز فيها. كمان هي لما يشوفوا التنوع الأطفال والجيل الجديد بصير يتقبل الآخر بشكل مباشر، خلينا نحكي. صح ولا لا؟ أكيد. هذا هو احنا كيفاش نقولوا توا الأجيال نتاعنا. الفرقة الوطنية عملت تقريبا توا 3-4 أجيال من عام 62 إلى حد هذا. أنا نعتبر من الجيل الوسط. بعدي أنا فما جيل، وهذا توا الجيل الأخير. الجيل الأخير هذا إنه قادم ويحب يكون موجود على الهوية، ويحب يعرف بالثقافه التونسيه نتاعو. عرف على خاطر التوصيل نتاعنا اللي وقع عن طريق وزاره الثقافه او مسرح الاوبرا. طبعا اليوم مسرح الاوبرا احنا هو مشرف على الفرقه الوطنيه. طبعا انها تكون الفرقه الوطنيه مرجع من مراجع التراث التونسي. صحيح. في الرقص، في اللباس التقليدي، في الايقاعات، مم حتى لو كان في الجهات الكل التونسيه.
يلزم التعريف بالهويه الدول العربيه، ولا دي بالحق ديما كي نتكلم عليها بحماس. صح. الهويه العربيه لازم تكون تشرفنا، طبعا يكونوا فرحانين بها. عنده اذا كان ما تكونش اراده سياسيه طبعا على تقديم الهويه نتاعك، وقت نقولوا انا غلط. طبعا، واحنا دائما نفتخر بالهويه العربيه اللي احنا جزء منها، واحنا وارثين ل يعني اهداف الثوره العربيه الكبرى. دائما بنحكي يعني مهدي